المطبخ اللي احنا شغالين فيه ان شاء الله النهارده ده كوارتز درجه اولى، خامه اللي هي ما بتتجرحش وما بتشربش زيوت او بقع او قهوه او الحاجات دي، وهي دي الخامه اللي مضمونه في المطابخ ومطلوبه اكتر. واللي معانا النهارده ده لون ابيض وعروق رمادي اللي هو بيسموه كلاكاتا على وزن الكلاكاتا الطبيعي، وده اللي هو العرق بتاعه بيبقى موجود في الوش وفي الظهر وفي الداخل. يعني مهما نصنفر بالصاروخ او نقطع او مهما تغسل بالمنظفات العرق ما بيروحش، لان في خامات تانية العرق بتاعها بيبقى مرسوم على الوش وبيبقى الظهر سادة مع الغسيل بتروح. وانا عموما ما بشتغلش غير في الخامة دي، يعني من الخامة التانية اللي هي العرق بتاعها في الوش بس ما بشتغلش فيه. ولكن الخامة اللي احنا شغالين فيها دي عاملين عليها تجارب، والتجارب موجودة في القناة برضو بالكركم والقهوة والليمون ومية النار والتنر والخل والحاجات دي كلها ما بتأثرش فيها. خد بالك بقى واحنا بنقطع بالصاروخ كده الشرز اللي بيطلع من الكوارتز، الشرز ده زي الشرز بتاع الحديد. طب ده يدل على ايه؟ حجر الكوارتز الطبيعي حجر صلب جدا، ولما تيجي تقطع فيه بيعمل شرز كده، وده دليل على حبيبات الكوارتز اللي هي موجودة في الخامة. الخامات التانية اللي انا اتكلمت عليها من شوية ما بتعملش شرز لان هي ما فيهاش كوارتز طبيعي، ده في صخور الكوارتز الطبيعيه مطحونه. الوقت بقى كده اللي قدامنا ده واحنا بنركب الحوض من تحت. تركيب الحوض من تحت ده يا جماعه ممتاز جدا، الصنايعيه بتخاف منه، هم مش بيخافوا منه، هم بيستسهلوا ويفتحوا من فوق وبيرفضوا ان هم يفتحوا من تحت علشان بيبقى صعب عليهم ان هم يفتحوا الفتحة مظبوطة ويسووها بالصاروخ وعلى قد الحوض. لا، لكن احنا الحمد لله بنفتح الفتحة 100% وبنصنفرها وبنخلي الحوض من تحت متحمل على رخامة زي ما احنا شايفين، واحيانا على 4 شرايط رخام من حواليه، وبنلزقه بسيليكون عظم قوي جدا، وبنلزق الرخامة اللي تحت في الرخامة الأصلية بالكلة، وبتبقى متحملة على خشب المطبخ. فهيروح فين؟ مش هيروح في أي مكان وبيعيش. يعني أنا مصور حوض بعد ما عملته ب2 مصوره واخد رأي المدام صاحبة الحوض والحاج عاطف صاحب الحوض. احط لكم برضو اللقطه كده من الفيديو ده كده. عم عاطف، الحوض ده احنا مركبينه لك الكوارتز ده من كام؟ 2 ولا 1.5 سنة؟ لا دخلنا في 2 اهو. 2 حاجه زي كده او اقل شويه. الحوض ده راكب من تحت. ايه رايك فيه في ال2 دول؟ لا ما شاء الله تسلم ايدك والله. يعني متين، ما بيريحش ولا يسرب ميه ولا يقع ولا حاجه، عشان الناس بتخاف من الحوض اللي تحت. لا انت عامله بامانه، تسلم ايدك، باحترافيه كمان، تسلم ايدك. الله يخليك زي الفل والله يا عم خالد. لا جميل والله، تحفه ومتركب حلو جدا ومش بيسرب ميه خالص نهائي. بقاله قد ايه عندك؟ لا 2 كمان، 1.5 سنة او ازيد، بين 1.5 سنة و2، اقل من 2 داخل على 2 احنا قربنا على 2 بالظبط. تمام ماشي. لا جميل بجد، مش بيسرب خالص نهائي يعني. والتقفيل زي الفل يعني. لا حق ربنا يعني، التقفيل جميل. لا بجد تسلم ايدك. تسلم ايديك يا شيخ والله، تسلم ايديك. التخيل يعني الله يبارك له، عامل يعني ربنا يعينه ان شاء الله. شغله ممتاز ما شاء الله. انت بتكلمني ولا بتكلم الناس؟ انا بكلم الناس. طيب ومفيش بركه الا انت يا عم، انت ما شاء الله يعني. لا ما انا عايزك تطلع بقى في الفيديو، ولا عايز تطلع صوت بس؟ صوت مش مشكله، مش هتفرق دلوقتي ان شاء الله. ده لسه عليه ستيكر طبعا هيتشال اهوت. طبعا مش هنشيله دلوقتي. ده لوستا خالد ما شاء الله عليه، يعني عامل المطبخ، واخد بال حضرتك، يعني حاجه مش عايز اقول لك يعني على شغله. والراجل يعني شغال بضمير وبذمه، وكفايه ان هو شغال بايده يعني. ويعني مش عايزين نتكلم اكتر من كده. الراجل نسبته حاجه ما شاء الله عليه، حاجه ما شاء الله عليه يعني، والحمد لله، وربنا يسهل ان شاء الله. شكرا يا عم خالد. مش هتطلع في الفيديو ولا؟ لا انا ما شفت، ما عامل نهائي، صوت بس صوت بس كده.